السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي. الأهلي العالمي وصل للنهائي. هتقول لي يا عم الحاج ريحنا بقى، ده بجون كده وبنيران صديقة وبتاع. هقول لك لكل مجتهد النصيب، والأهلي تعب جدا في الماتش، وإمام عاشور بطل المباراة، مش رجل المباراة، بطل المباراة. أكتر واحد بذل مجهود في الملعب. فرقه سيراميكا كليوباترا فرقه محترمه، لعبت ماتش قدام الاهلي. مدربها مدرب راجل بيفهم كوره، عمل ماتش قدام الاهلي جامد جدا، بس ما قدرش يترجم المستوى البدني اللي نزل للاهلي الشوط الثاني. الاهلي جت عليه فتره في الشوط الثاني كده مستواه نزل خالص، وبقى يباصي غلط وبقى يطفش كوره. اجهاد غير عادي، اجهاد غير عادي. فريق لسه واصل امبارح الامارات ولعب النهارده. فريق وصل امبارح الصبح في الفجر يعني، ولعب النهارده. عشان اتحاد الكرة بتاعنا مش عايز يأجل الماتش، قال لك لازم الماتشين يتلعبوا في مباراة واحدة في استاد واحد، عشان يبقى فيه ظهير جماهيري والبطولة تنجح. عشان بيراميدز بان انه له جماهير، وللاسف ما كانش فيه اي جماهير. الف مبروك للنادي الاهلي. الاهلي عمل ماتش على قد الماتش. الاهلي بصراحة طول الماتش ماسك كورة، بس سيراميكا في الشوط الثاني لو نظم هجماته كان قدر يخلص الماتش. انا راجل اهلاوي بقول لك، انا كنت في اخر الماتش قاعد قلقان. الاهلي كان بيوصل وبيضيع كالعاده. هجمات طاهر محمد طاهر كورتين، جونين بيرسي تاو جون. بصراحه وهم كانوا، انت كنت تشوفهم تحس ان اللعيبه مجهده جدا. وده بان على الشناوي وظهر على معلول. حتى حسين اما نزل مش ده حسين اللي بينزل يقلب الماتش. انا اللي ضايقني في الماتش كله خالد كريستيانو مش خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح نزل من بره عايز يمسك الكرة يرقص الفريق كله، فده كان اكتر حاجة خانقاني في الماتش. اهم حاجة، الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، الف مبروك للكابتن محمود الخطيب. الاهلي دايما في النهائي. عملتوا السوبر من 4 فرق، عملتوه من 6 فرق، عملتوه من 10 فرق. الاهلي دايما في النهائي، وان شاء الله الاهلي بطل السوبر. باذن الله الاهلي بطل السوبر. نروح لفيوتشر حبايبنا، ها، ونقعد نلعب مع بعضينا كده، ونجيب 2 نسكافيه في الملعب، ونقعد ايه، نقسم مع بعض. اصل فيوتشر دي ولاد عمنا، زي ما الاسماعيلي كده ابن عم الزمالك، احنا برضو فيوتشر دي ولاد عم. ولاد، بس احنا ولاد عم شقايق، هم ولاد عم داير يعني، هم ولاد الدايره. الف مبروك للاهلي، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي. الماتش كان يتعب الاعصاب، وبالذات ان انت اتفرجت على ماتش قبليه خلص بضربات الجزاء. انا ما كنتش عايز اوصل لضربات الجزاء، بس الاهلي ملك ال90. الاهلي طالما الحكم ما صفرش تعرف انه ممكن يجيب جون في اي وقت. امام عاشور بطل المباراة مش رجل المباراة. الف مبروك للنادي الاهلي، والاهلي في النهائي. في المؤتمر الصحفي الاستاذ ايمن الرمادي او الكابتن ايمن الرمادي راجل محترم جدا، راجل مدير فني على خلق. الراجل يعني اتكلم كلام جميل جدا، وادى الاهلي حقه. قال لك الاهلي الفريق الوحيد اللي يقدر يلعب كل 3 ايام، لان الاهلي عنده كتيبة من اللعيبة يقدر يغير الماتش في اي وقت، وادى الاهلي حقه. بس قال كلمة في اول الماتش هي دي اللي لازم نعلق عليها. قال لك احنا عايزين شيء من العدالة. الكلمة دي تدل ان سيراميكا كليوباترا اتظلمت مثلا في الماتش. انا بس بقول لك كابتن ايمن، لو فعلا في شيء من العدالة كنت انت طلعت في الشوط الاولاني ناقص 2 لعيبة مطرودين، عنتر وبيكهام، نازلين ضرب في لاعيبة الاهلي وتكسير في لاعيبة الاهلي، والحكم حتى مش عايز يطلع انذار. تعالى المعلول اول ما مسك فلنة الواد وسابها راح مطلع له الكارت في وشه.
قال له تعالى انت لابس فانلة حمراء خد. رخل كولر فهم، راح سحب معلول، قال لك لو سبته 5 دقايق تاني معروف هيطرده. فلو فعلا في شيء من العدالة كنت انت يا كابتن ايمن لعبت ناقص 2 لعيبة في الشوط الاولاني، كنت الشوط التاني بدأت ناقص 2 لعيبة وكانت بقت مسرحية. فانا شايف يا كابتن ايمن ان التحكيم كان مايل لصفك. هي ما كانتش في حاجة مؤثرة على الماتش ولا في حاجة مؤثرة في نتيجة المباراة، بس كون ان لعيب يفضل يضرب في لعيب كده، ها يعني ده الواد نزل رزع مودست كوع، عايز عليه كارت احمر. مودست بس في كاس العالم عمل كده ومش شايف اللعيب، خد كارت احمر بعد 13 ثانية لعبه، بعد 13 ساعة، بعد 120 ثانية لعبه، ما كملش دقيقتين، 3 دقايق بالظبط كان اتطرد. ففعلا انا معاك ان احنا كنا عايزين شيء من العدالة عشان انت تلعب ناقص 2 لعيبة. دي كانت حاجة احب بس اعلق عليها. اما بقية الكلام الراجل اتكلم بكل حيادية، والراجل محترم جدا، وناس من المدربين المحترمة الكابتن ايمن الرمادي. الف مبروك للنادي الاهلي، وهارد لك لسيراميكا كليوباترا، وربنا يوفقها ان شاء الله قدام بيراميدز في الثالث والرابع. نروح بقى الماتش مين؟ بيراميدز. نروح للطموح بقى. يا تصريحاتك يا باتشيكو انت والطموح وعبد الله السعيد. باتشيكو بيقول لك احنا رايحين نكسب البطولة، والكبير منصور الحفني او سالم الشمسي قال لك احنا البطولة على ارضنا وبيراميدز ده اتولد كبير، ووعاك توجع يا منصور، اتولد كبير وهناخد البطولة على ارضنا. اهو راح واخد على وشه من بيراميدز في اول ماتش من فيوتشر. وفيوتشر لو بتخلص كان في انفرادين يخلصوا الماتش قبل ضربات الجزاء، عشان ما فيش واحد يطلع لي في التعليقات يقول لي ايه يا عم هو ضربات جزاء، انتوا غلبتوا بجون حظ ودول بضربات. ماشي يا حبيبي ضربات جزاء بس كسب. ما انت خسرت بطولة افريقيا قدام السنغال بضربات الجزاء، صح؟ تعالى بقى الباتشيكو، الراجل كان داخل بصدره بقى والجماعة متخنين ودانه، وانت هتكسب البطولة. خلى الطموح طلع قال لك فين الجماهير، احنا عايزين الجماهير تلتف ورانا. انا نفسي اعرف جماهير ايه؟ هو انت ليك جماهير يا موكوس؟ ده انت ما بيشجعكش الا قرايبك، وتلاقيهم كلهم اهلاويه سابوك وراحوا يشجعوا الاهلي. عبد الله السعيد برضو نفس الحكايه، يقول لك احنا بنتمنى ان الجماهير تلتف حوالينا وتشجعنا عشان نقدر ناخد البطوله. انا بصراحه يا جماعه انا واحد من الناس، انا كنت بشجع بيراميدز ما بشجعش فيوتشر. ليه؟ لان انا كنت عايز اقابل بيراميدز في النهائي وادوس على وشه تاني، يعني ادوس على وشه تاني. بس هو الزمالك، انا لو شايف ان الزمالك كان في البطولة دي والله العظيم كانت بقت جميلة جدا جماهيريا وماديا كمان للزمالك. الزمالك حبيبنا وعايزين نلم له قرشين برضه. يعني الرابع هنا حتى لو طلع رابع كان هياخد له $50,000، يعني الموضوع كانوا يسندوا، يبعتهم لساسي حتى اللي بعت وقف كده تاني ده. ادي الناس بتوع الزمالك اللي هو بيقول لك ده الناس دي رادعه زمالك. تمام، سيبنا بس من الزمالك، احنا مش في الزمالك دلوقتي. الف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لسيراميكا. الف مبروك لفيوتشر وهارد لك لباتشيكو والشمسي، سالم الشمسي اللي بيقول لك بيراميدز اتولد كبير. بيراميدز في اول ماتش خد على عينه في وسط بلدكو. انت مالك لنادي بيراميدز، انت راجل اماراتي في وسط الامارات وفي قلب الامارات، خدت على وشك من فيوتشر، من فريق لسه صاعد. كل التوفيق لفيوتشر بس مش قدام الاهلي. ان شاء الله احنا هناخد البطولة. شكرا لكم يا جماعة، والف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لسيراميكا. عملت ماتش كويس قدام الاهلي،
بس البطل امام عاشور مرضيش يجليها، قال لك انا لازم ابصم واجيب الجون اللي يصعدنا. والاهلي صعد بمجهود لاعبته، مش بجون بنيران صديقة زي ما هتقولوا لي في التعليقات. انا فاهم انتوا هتقولوا ايه. الاهلي غلب بمجهوده، لان الكل مجتهد نصيب، والاهلي تعب جدا في المباراة، والاهلي محطوط عليه ومرتاحش. الاهلي جاي من كاس العالم للاندية اللي واخد فيه المركز الثالث، وجه لعب بطولة السوبر، وان شاء الله هيجيب السوبر ويرجع بيه على القاهرة بإذن الله. شكرا لكم يا جماعة، وبعد إذنكم لايك وشير، واكتب لي في التعليق عاش الأهلي، عاش الأهلي وجيش الأهلي. شكرا لكم يا جماعة، وبعد إذنكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. سلام عليكم.